قبل أي شيء، لو حزين على رحيل الفنانة العظيمة حياة الفهد ضع لايك للفيديو وادعوا لها بالرحمة في التعليقات. الفنانة المحترمة سعاد عبد الله حتى الآن في صدمة كبيرة، حتى الآن غير مصدقة أن صديقة عمرها ورفيقة دربها قد رحلت. الفنانة سعاد عبد الله قالت: فقدت أختي. حياة الفهد كانت بالنسبة لي أخت وليست صديقة أو زميلة. أنا الآن أصبحت وحيدة، قلبي ينعصر عليك حزنا يا حياة. ودخلت الفنانة سعاد عبد الله في نوبة بكاء شديدة. الفنانة المحترمة سعاد عبد الله أثبتت أنها ونعم الصديق المخلص، وأثبتت للجميع أنها فنانة محترمة مخلصة. الجدير بالذكر أن الفنانة سعاد عبد الله حضرت الجنازة، وقالت إحدى المصادر الصحفية الكويتية بأن الفنانة سعاد عبد الله كانت منهمرة في البكاء حزنا على الفنانة الكبيرة حياة الفهد. يعني يا جماعة الفنانة سعاد عبد الله قالت بأن الفنانة حياة الفهد كانت أخت لها، وأنها حتى الآن تشعر وأنها في كابوس لأنها غير مصدقة خبر وفاتها. وقالت الفنانة سعاد عبد الله: قلبي ينعصر حزنا على حياة الفهد. خبر ربما لا يعرفه أشقاؤنا في الكويت. نحن أيضا في مصر نعرف الفنانة القديرة حياة الفهد ونحبها جدا، فمن فضلكم لا تغلقوا الفيديو قبل أن تدعوا لها بالرحمة في التعليقات. اللهم ارحمها واغفر لها يا رب العالمين.